اهلا بيك. في فيديو النهارده هنعمل العزيزيه الدمياطي او المكرونه بالحليب. اسهل واسرع حاجه حلوه ممكن تجهزيها. مكونات الوصفه بتاعتنا النهارده هتلاقيها كلها عندك في البيت. هقولك ازاي تعملي مكرونه كريمي وسر اللون الذهبي التحفه ده. كمان هقولك على سر طعم وريحه مكرونه المحلات وازاي تطلعيها بنفس الطعم والريحه واحلى كمان. بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعنا، لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة. في البداية هنحتاج لكوباية ونص من المية. هترفعيهم كده على النار وتسيبيهم يغلوا. هضيف لهم ذرة كده من الملح ومعلقة واحدة من الزيت. أول ما المية بتاعتنا تغلي هضيف لها 150 جرام من المكرونة الاسباجيتي. أنا قسمت المكرونة كده لنصين أو لتلاتة. أول ما المية بتاعتنا بتغلي بنزل بالمكرونة في المية. هتقلبي المكرونة كده بالمعلقة علشان ما تلزقش، وهسيبها تستوي كده 5 دقايق على النار. انا عايزة تسوية المكرونة تكون زيادة شوية عن الطبيعي. شايفة المية هتبتدي تقل معانا. المكرونة كده استوت بالشكل ده. هتاخدي المكرونة بقى على الحوض وهتغسليها كويس وهتصفيها بالمصفى. بعد كده هجيب المقص بتاعنا وهقصقص المكرونة لأجزاء صغيرة. انا عايزة المكرونة بتاعتنا تكون حتت صغيرة جدا. بعد كده هحتاج ل2 لتر من الحليب. انا مستخدمة الحليب البلدي كامل الدسم. انا سبق وغليت اللبن ده، رفعته تاني على النار. هبتدي اسخنه كده. بعد كده هنزل بالمكرونة بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتقلبي المكرونة بقى في الحليب وتسيبيها على نار متوسطة كده 5 دقايق. بعد كده هضيف نص كوباية من جوز الهند. بيدي للمكرونة طعم حلو جدا جدا يا جماعة. بعد كده هنزل بكوباية من السكر، والسكر بتاعنا ده بيبقى سكر معتدل قوي. معلقة صغيرة من الفانيليا. اول سر معانا بقى وهو قصنص الحليب. هضيف معلقة صغيرة كده من قصنص الحليب، وده اللي بيدي طعم وريحة المكرونة اللي تجنن. عندي بعد كده نص كوباية من النشا، هفكها في ربع كوباية من المية وهنزل بيها على الخليط بتاعي، طبعا مع التقليب المستمر. انا مش عايزة النشا تتكتل جوه الخليط. هتسيبي الخليط بتاعنا بقى على النار كده، على نار متوسطة، ومش هتشيلي ايدك منه. كل شوية هتقلبيه كده لحد ما يتقل ويتماسك وياخد قوام اللي انت شايفاه ده. ده القوام اللي انا محتاجاه. بعد كده هتجيب الصينية، هتمسحيها مسحة كويسة كده بمعلقة من السمنة. ويفضل طبعا ان انت تستخدمي سمنة بلدي. السمنة البلدي بتخلي طعم المكرونة في حتة تانية. هنزل بقى بالخليط بتاعنا زي ما انت شايفة كده. ههز الصينية كده شوية علشان اوزع الخليط في الصينية. هتسيبيها بقى، مش هتيجي جنبها لحد ما تبرد تماما كده. هتلاقي المكرونة بتاعتنا تماسكت زي ما انت شايفة في الصورة كده. شايفة تماسكت خالص. عشان اخد لون حلو للمكرونة بقى هحتاج لمكونين. همسح المكرونة بتاعتي بمعلقة من السمنة البلدي كده. يعني مش هتحتاجي اكتر من معلقة واحدة. هتوزعيها كده بالشكل ده على سطح المكرونة كلها. المكون التاني هحتاج معلقة من العسل الابيض او عسل النحل. هتوزعيه برضو على سطح المكرونة وهتمسحيه كده بالمعلقة او بالفرشة. بعد كده هندخل المكرونة بتاعتنا على فرن مسخنينه مسبقا على درجة حرارة 200. انا عايزة الفرن يبقى سخن جدا. اول ما المكرونة بتاعتي تاخد لون من على الحواف بتاعتها ويبتدي اللون كده ياخد لون ذهبي، هتشغلي الشواية من فوق وهتستمر كده في انك تدوري الصينية تحت الشواية. يعني احنا مش هنسيبها ثابتة تحت الشواية. هنبتدي نلف الصينية كده تحت الشواية علشان المكرونة بتاعتنا كلها تاخد لون واحد. شايفة ده اللون اللي انا عايزاه. هتسيب المكرونة تبرد قبل ما تقطعيها. احنا عايزينها تبرد عشان نقدر نقطعها كده وتبقى متماسكة. بعد كده تقدري ترش عليها رشة من جوز الهند او من اي مكسرات عندك. شايفة المكرونة تحفة ولونها يجنن وطعمها وريحتها مش عايزة اقول لكم عليها. انا عايزاكم تجربوها بنفسكم. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. اتمنى تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.